وطبعا ما كانش ينفع يخلص رمضان من غير ما ننزل المعز ونقابل احسن ناس ونقعد نستمتع برمضان في احلى مكان في مصر. افطروا معانا بكره بقى. ماشي، كل سنه وانت طيب. حلو قوي. تحب تجربي عصير توت؟ كثير طيب بارد منعش على كيف. انا اول مره اشوفها توت، احنا عندنا هنا بتبقى رقصوص. عندنا نحن توت شامي كمان، على اساس تمر هندي وتوت شامي. كل سنه وانت طيب. طيبه يا هلا مرحبا. 2 لا والنعناع فريش. والله نعناع جميل جدا. اهو بكام؟ الشاي ب 3 جنيه. بالشاي ب 3 جنيه. حلوه بس 3 جنيه كله. يا كل سنه وانتم طيبين. لا 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 الاستغلال وحش. لا صح. كل سنه وانتم طيبين، واحسن كوبايه طيب. شاي بالصلاه على النبي. الله يخليك. والنعناع البلدي كمان. الله يخليك. واللي يصلي على النبي يكسب. ثواني بقى انت لما يغلط طلع عشان ما وقعش. خلاص بقى خلي علينا. يا رب يخليك. اتفضلي يا فندم. كل سنه وانتم طيبين، واحسن كوبايه شاي بالنعناع. شاي حماده هلال بيقول لك نعناع بس نعناع بس. بالصلاه على النبي، كل سنه وانتم طيبين وانت طيب ودائما خير، يا رب يجعله كده عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى امه محمد. كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى بالصلاه على حضره سيدنا النبي، كل سنه وانتم طيبين. اهو اهو كله كده خد. لا يا جماعه، في حد عايز نعناع تاني يا جماعه؟ يطلع بالنعناع ولا من غير نعناع؟ لا نعناع ايه، احنا عايزين نعناع تصور تيجي. انا اهو اهو. ندخل بقى المعز وجمال شارع المعز وعظمة شارع المعز، أكنك حرفيا ماشي وسط كتاب تاريخ. لكن النهاردة ده مش يوم التاريخ، لكن أنا جاية أجمل وأحلى منطقة ممكن تعيش فيها ليلة من ليالي رمضان. وعلى فكرة طول السنة كمان بتكون بالحلاوة ديت. تتصور؟ تتصور طيب؟ طبعا المعز مليان كافيهات ومطاعم، وكلهم فيهم الاسعار الغاليه والرخيصه والمتوسطه، وكل كافيه بيتفنن في الفقرات اللي بيقدمها وفي الديكورات الجميله اللي بيعملها. فمليان، ولو حتى مش عايزين تقعدوا يكفي ان انتوا تتمشوا فيه وتاخدوا احلى صور. وطبعا المعز كمان هو منبع الهاند ميد في مصر، فهو طول ما انتم ماشيين هتتفرجوا على حاجات جميله مصريه اصيله معموله بحاجات حلوه جدا. زي النوت اللي قدامكم دي، بصراحه فكرتها حلوه جدا. هي الكفر بتاعها خشب وسعرها رخيص ب 25 جنيه. وطبعا الشنط دي انتوا عارفينها وكلها رموز مصريه. الفوط دي كمان لفتت نظري انها طبعا صناعه مصريه وقطن 100%، والحقيقه انها على الحقيقه احلى من كده بكتير وفخمه جدا. وطبعا رموزنا وتاريخنا حاضر بقوه في المعز. وطبعا اليوفط ديت انا شخصيا بحبها، واعتقد ان انتوا زيي ولا ايه؟
وبس كده، وحاولت ان انا اخدكم في جولة سريعة واعيشكم ليلة من ليالي رمضان في اجمل مناطق مصر، ويا رب تكونوا اتبسطتوا. واوعوا تنسوا رمضان في مصر حاجة تانية، واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.